ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مهلبية السفندي بالجزر، حاجة كده روعة. بصوا اللون والجمال، حاجة وصفة مليانة فيتامينات وحاجات مغذية كلها، لزوم البرد والمقاومة بتاعتنا. اول حاجة في المقادير بتاعتنا، تعالوا كده معايا. معانا جزر، حوالي كوباية من الجزر المسلوق، وخمس سفنديات متوسطين، 3 معالق كبيرة من السكر، ومعلقتين ونص من النشا اللي هو الكورن فلاور، وفانيليا. بس هنبدأ أول حاجة في الوصفة دي، هنبدأ في الجزر. ليه؟ عشان هنسلقه، والجزر بياخد وقت في السلق أو السلق. فأنا هقطعه شرايح رفيعة كده، عشان أنا كنت مستعجلة وحابة إن هو يتسلق بسرعة، فعملته شرايح رفيعة. قطعوه التقطيعة اللي تعجبكم طبعا. بس بقى عايزه اقول لكم حاجه، انتوا طبعا لو انتوا اول مره تشوفوا القناه دي هتعملوا ايه؟ هتحطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وتدوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس المشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات عشان ما ازعلش منكم. اهو مستمرين في تقطيع الجزر. بصوا شرايح رفيعه ازاي، الاستعجال وحش يا جماعه. اهو بصوا بقى، اخر بقى جزرايه دي تقريبا. بصوا لون الجزر لوحده حكاية، وطعمه كان مسكر جدا الجزر ده، انا طبعا دقته كده. خلاص هنحط شوية مية ونرفعه على النار. يعني دي مش كانتش حاجة محتاجة ان انتوا يعني تشوفوها، فالصراحة انا اختصرت الوقت والجهد. هنا حاطة حبة مية في الخلاط، وهقطع السفندي ده بذره. بصوا هقطعه، بس الاحسن تقطعوه بالعرض. السكينة كانت غلسة شويتين 3، بس يلا هجيب سكينة تانية مكسورة عشان حامية. اهم حاجة ادواتك تبقى معاكي. ايوه كده. بصوا زهقني فمش بيتقطع. بصوا هجيب السكينة المكسورة، لازم اجيبها. السكينة السليمة مش راضية تشتغل اهو. بصوا بقى قطعت قوام ازاي. ايوه كده، ايوه قطعي بقى بالتشييم، وقطعي قطعي، ما تستخسريش. حطوا اللايكات واعملوا الشراط وما تكسلوش. هاخد بقى كل ده بالمية بكله حبة صغيرين عشان يبقى مركز، وهضربه اهو. ضربت الخليط ده وهنصفيه بقى. بصوا البذر نازل صحيح ازاي. ليه؟ لان انا عملته يعني ضربت العصير ده تكات كده، ما ضربتوش كده ضرب مستمر. او لو ما عندناش الخاصيه دي في الخلاط بتاعنا، يعني تدوسوا شويه وتوقفوا، شويه وتوقفوا، عشان البذر ما يتكسرش او يتطحن ويمرر. بصوا بقى تعصروه لاخر فتفوته، ما تسيبوش اي حبه ميه. بصوا بقى الجمال. ايوه كده، صفيه بالتشييم، اعصري اعصروا. حطوا اللايكات واعملوا الشرط. جربوا المهلبية التحفة دي، روعة روعة، وطعمها حلو ومغذية، وهتعجب ولادكم يعني. جربوا، غيروا كده. تمام التمام. عصرنا السفندي. هنبدأ بقى نعاير العصير دوت قد ايه، عشان نتأكد ان كمية النشا اللي معانا تمام. هي فعلا ظبطت معايا اهو. بصوا، حابين المهلبية بقى بتاعتكم تقيلة زودوا. هي طلعت حوالي كوبايتين من عصير السفندي او اليوسفي، وهيطلع كوباية الجزر برضو طلع حوالي كوباية بميته. حطيت هم شوية مية كانوا قليلين، فانا حطيتهم عشان فيها فوائد الجزر بس مش اكتر. ايوه بصوا كوبايه. بصوا اتهرى ازاي. لازم يكون مسلوق كده جامد علشان ما يعملش تكتلات في المهلبيه بتاعتنا، ويبقى فيه قطع كده اهو. بصوا بقى ازاي الجمال بقى والحلاوه. لونه تحفه الجزر، خلى المهلبيه بتاعتي لونها برضو روعه. هنحط بقى هنا خلاص الجزر اهو، شويه الميه اللي فاضلين في الحله اهو. ايوه كده تمام. وهحط السكر معاهم عشان يعني يدوب ويخلط مع السفندي والجزر ويبقى تمام التمام. ممكن تعملوا على كده ويبقى عصير سفندي بالجزر روعة من غير نشا. بصوا بقى لونه تحفة ازاي، تحفة. هيفتح لما احط عليه النشا، وبعد كده بيرجع لونه تاني يغمق عادي اما يتحط على النار. هحط بقى كمية النشا اللي عندي، وان اقلب كده على البارد لغاية ما النشا يختفي يعني
ما يبقاش ابيض كده وباين. ايوه تمام كده. تقليب تقليب تقليب. اي حاجه بتكون فيها نشا بتبقى محتاجه تقليب. هنا بقى خدنا الخليط اللي احنا عملناه على البارد ده على النار، هبدأ اقلب اقلب فيه شويه كده عشان ما يعملش شياط من تحت والوصفه بتاعتي تبوظ. حاجه سهله وبسيطه سريعه مغذيه، فيها فيتامينات، فيها فيتامين سي اهم حاجه، والجزر فيه فيتامينات روعه لولادكم يعني، وليكوا طبعا في الجو اللي محتاج تقويه مناعه، محتاج مناعه من حديد. ايوه كده. حطوا اللايكات، حطوا اللايكات. ايوه كده. بصوا بقى اللون بدأ يغمق ازاي، وهي بدأت تعمل بقابيق كده، تبقبق كده المهلبية بتاعتي. انا حسيت ان القوام بتاعي تقيل شويتين، لان لما بتبرد بتعمل ايه، بتتقل، وانا مش بحب الحاجات اللي هي بالنشا تكون تقيلة. فانا هزودها شوية مية كده قليلين مش كتير، حبة مية كده اهو. بصوا حبة حبة واشوف، حبة واشوف. حوالي ربع كوباية من المية يعني، ما زودناش كتير، حوالي ربع كوباية من المية والقوام ظبط. بصوا لونها تحفة وقوامها كريمي ازاي اهو. هنحط شوية مية كمان بس. تمام قوي كده. نقلب بقى ونشوف القوام. ايوه كده ظابط تمام كده، القوام بتاعها كده تمام التمام. هروح بقى اجيب معلقة وادوق عشان نظبط السكر اهو. بصوا شفتوا بقى، انا حسيت ان هي هتحتاج شوية سكر صغيرين، لان الحاجة لما بتبرد السكر بتاعها بيقل، فحطيت شوية كده حوالي معلقة كبيرة. وطبعا هنحط الفانيليا، احنا ما حطيناهاش في الاخر، حابين تحطوا ميه زهر، ميه ورد، فانيليا سائله، اي حاجه عندكم حابين تحطوها حطوا. بس هطفي بقى عليها. بصوا بقى هنجيب هنا الاطباق اللي هنغرف. بصوا القوام تحفه ازاي. هنجيب الاطباق اللي هنغرف فيها الكميه اللي هي 3 كوبايات، يعتبر ان كوبايتين عصير وكوبايه جزر مسلوق عملوا ال3 اطباق دول. فانتوا بقى حابين تزودوا عنهم هتزودوا طبعا المعيار بتاع اللي احنا المقادير اللي احنا قلناها. ال5 فنديات المتوسطين عملوا كوبايتين من العصير بتاع السفندي. معرفش هنا كان في بذرة ولا ايه، مش عارفة جت منين. حابين المهلبية دي تكون فيها مزازة شوية، ممكن تحطوا عصرة ليمون. بصوا بقى قوام تحفة واللون اتحف واتحف. ايوه كده. ايوه ايوه ايوه. ممكن تاكلوها وهي سخنه وكده، والله انا بحب الحاجات سخنه كده عشان بحبها كريميه. تمام تمام التمام. بصوا بقى الحبه كده دول، سيبوش حاجه سيبوش حاجه. ايوه. بصوا بقى الجماليات بقى، بصوا بقى الجماليات والجنينه اللي احنا قاعدين فيها دي، جنينه السفندي. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطه السريعه، ما خدتش وقت، مغذيه. وجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واقول لكم